بعد المباراة التانية لجروس مع الزمالك في الدوري، تعال نشوف أفكاره الهجومية والدفاعية وإيه المشاكل اللي بيواجهها، وهل فعلا مشكلة الزمالك الأكبر هي التحكيم ولا في أكتر من كده. مبدئيا الشكل التكتيكي اللي بيعتمد عليه جروس هو 4-2-3-1 بغض النظر عن مين اللي متاح يلعب، إلا إنه مصر على بدايته في المباريات بالشكل ده. تعال نبتدي بالفكرة الهجومية الأبرز واللي ظهرت من أول دقيقة، وهي استخدام حسام أشرف كمهاجم تاني في بداية الهجمة على الورق علشان يبتدي من أعلى نقطة في قلب دفاع الخصم، وبعدين يبتدي ينزل لتحت لمركز 10، والزمالك بيطلع الكرة لقدام وبيبني هجمته علشان يبقى متاح على حدود ال 18 بدون رقابة ويستغل قدرته على التسديد. وهي نفس الفكرة اللي نجح الزمالك عن طريقها في تسجيله للهدف الثاني. حسام أشرف بيبتدي في قلب خط دفاع الطلايع علشان تتأكد كمان إن دي تعليمات جروس. شوف تحرك ناصر منسي المهاجم الحقيقي لقلب ال 18، في حين إن حسام مش مهتم أصلا يدخل ال 18، وبالفعل تظهر مساحة كبيرة على حدود ال 18. سببها ببساطة إن ناصر منسي اتحرك لقلب ال 18 وأخد انتباه المدافعين، وحسام أشرف في نفس الوقت اتحرك عكسه ونزل لتحت بدون رقابة، وبالفعل يقدر حسام أشرف يسجل هدف من تسديدة ولا أروع. بعكس الهدف الثاني، هدف الزمالك الأول كان فيه توفيق كبير وخطأ من دفاع الطلايع أكتر منه شغل من نادي الزمالك. 8 لعيبة من طلايع الجيش تحت الكورة، منهم 6 جوه ال 18 على 3 مهاجمين من الزمالك جوه ال 18، وبالتالي ظهرت مساحة كبيرة على حدود المنطقة، والضغط على زيزو وعمر جابر كان ضعيف. ومع وصول الكرة لمحمد شحاتة المميز بالتسديدات، رد فعل دفاع الطلايع كان متأخر، وخروجهم علشان يقفلوا التسديد كان متأخر جدا، وبالتالي كان عنده وقت ومساحة. ومع اندفاع المدافعين قدر بفنت بسيط يفتح مساحة كبيرة في قلب المرمى، فقدر يسجلها من تسديدة صاروخية. تعال بقى ننتقل للحالة الدفاعية لنادي الزمالك. الزمالك بيدافع ب4-4-1-1، وهنا ظهرت أول مشكلة، إن الاتنين اللي فوق حسام أشرف وناصر منسي ما بيرجعوش يدافعوا بشكل كافي، فالمساحة اللي بيغطيها نص الملعب وخصوصا لعيبة الارتكاز مركز 6 شحاتة وعبد الله السعيد كبيرة جدا. تاني مشكلة إن الضغط على طرف الملعب ضعيف جدا. هنا مثلا شوف ميشالاك بيقضي واجب، مفيش ضغط حقيقي، ومع غياب الضغط والدفاع بخط عالي بتظهر مساحة كبيرة في ظهر خط الدفاع، وبالتالي مع بطء لاعبي دفاع الزمالك ببساطة الكرة بتترمي ورا خط الدفاع، والخصم بيجري ويدخل في سباق سرعة مع مدافعين أبطأ منه. بس استنى، مش دي آخر مشكلة في اللعبة. الونش مش جاهز يا جماعة. الراجل بيطلع بره تمركزه وبيلعب على الأوفسايد لوحده من غير ما يربط مع خط دفاعه. وارجع لي بقى كده بالذاكرة لماتش سيراميكا، شوف اللقطة دي، مساحة ووقت الحامل الكورة في نص الملعب، خط دفاع متقدم، الونش بره تمركزه، ومساحة في ظهر خط الدفاع، وكانت النتيجة هدف لسيراميكا. يبقى فعلا في مشكلة حقيقية في تمركز دفاع الزمالك. تعال نشوف حالة كمان. اتفرج على الدفاع 4-4-1-1، وتاني الواحد والواحد ناصر منسي وحسام أشرف ملهمش دعوة باللي بيحصل ايه، والطلايع معاك كورة في نص ملعب الزمالك. شوف بقى هنا حامل الكورة الباك الشمال للطلايع مسؤولية مين؟ زيزو. مع دخول جناح الطلايع لقلب الملعب وبطء ارتداد عبد الله السعيد وشحاتة في ظل غياب دونجا للإيقاف، بتظهر مساحة كبيرة في نص الملعب. وبعد شوية دربكة شوف زيزو والباك الشمال للطلايع، زيزو سابه خالص. شوف بقى المنظر جوه ال 18، الونش بره تمركزه، فتوح عينه على الكورة، وظهرت مساحة في قلب الدفاع لو كان استغلها جناح الطلايع وجري فيها كان هيبقى الموضوع أخطر بكتير. ولكن الهجمة ما خلصتش هنا. بعد ارتداد الكورة لازم يبقى في شراسة على الكورة التانية. شوف بقى دلوقتي مكان الكورة قدام شحاتة ومهاجم الطلايع في ظهره. أي واحد وانت مغمض 100% هيقول إن الكورة دي بتاعت شحاتة، ولكن في قرار غريب شحاتة بيسيب الكورة الطب وتوصل للاعب الطلايع لا، ويسيبه يلعب براحته ويكتفي برفع ايده. اتفرج بقى على كريم طارق جناح الطلايع وتحركه بعد ما خلص الكرة من شحاتة ومن زيزو، رجع
ووصل لها تاني، وشحاتة وزيزو اللي كانوا معاه أصلا واقفين يتفرجوا. وده يعكس لك فرق الرغبة والإصرار، مش فرق فني ولا أي تكتيك ولا أي حاجة في الملعب. الحالة اللي بعد كده أخيرا جروس صحي لجزء من المشكلة، وهو إن لازم حسام أشرف يرجع نص الملعب، وبقى الشكل تحت الكورة 4-4-1 وناصر منسي بس هو اللي فوق. بس ده لوحده ما كانش كفاية، لأن حتى مع ارتداد حسام أشرف مفيش ضغط حقيقي على لعيبة الطلايع. لعيبة الطلايع بيستلم ويجري ويغير الملعب، وميشالاك كل ده بيحلق عليه. في نفس الوقت اللي عمر جابر متساب لوحده على 3 من لعيبة طلايع الجيش، لأن هم عارفين ببساطة إن زيزو مش هيرجع يدافع، فبقوا يطيروا الباك كمان والوينج والمهاجم في ظهره. حسام عبد المجيد خرج من المنطقة علشان ما يسيبش لعيب الطلايع يشوط، وفي الحالة دي لازم يحصل ترحيل من خط الدفاع علشان يقفل المساحة اللي ظهرت، خصوصا إن مفيش خطر من الناحية التانية من الملعب من فريق الجيش، كله هنا عند عمر جابر. طبعا الونش ما رحلش لأنه لسه مش جاهز فعلا وناقصه رتم ماتشات، وبالتالي رجع جري يلحق، لانه اكيد فاهم ان لازم كان هو اللي يغطي على حسام عبد المجيد، بس راح وترقص من غير ما جودوين شيكا حتى يحاول يرقصه او يعمل اي فنت. هو الونش راح بايع نفسه لوحده. اخر لقطة هنتكلم عليها هو هدف الجيش التاني. الزمالك تاني 4-4-1-1، والاتنين اللي قدام رجعوا تاني يتفرجوا وملهمش دعوة باللي بيحصل. زيزو كالعادة متأخر عن الباك، وبالتالي الباك بيستلم بأريحية، وكل ده جروس مش شايف المشكله. شوف بقى الراجل اللي عمل العكسيه ده هو فين، وعبد الله السعيد فين، علشان هنحتاجها بعدين. طبيعي يرجع معاه او يعطله، سيبها بقى دلوقتي. تمركز لعيبه الزمالك هنا غير مبرر. عمر جابر بيتمشى، نص الملعب مفتوح، فلو في حتى كرة اتعملت عرضية وردت لنص الملعب، لعيبة الجيش أقرب للفوز بالكرة التانية. محدش مراقب حد، الكرة جوه ال6 ياردة واتعملت العرضية وزيزو رايح يضغط متأخر، طبيعي عواد يتعامل معاها، ولكنه وقف يتفرج. فاكرين بقى لعيب الجيش اللي عمل العكسيه وكان مع عبد الله السعيد؟ ايوه هو اسلام محارب. شوف بقى ده هو اللي وصل والتحم وكان سبب رئيسي في الهدف من اوله لاخره. ملخص الكلام ان الزمالك مع جروس عنده مشاكل في توافر العناصر خصوصا الهجوميه، لان جوده ميشالاك ومصطفى شلبي وايا كان مين اللي بيلعب قدام مش احسن حاجه. بس برضه ما ينفعش يبقى بيطلب من زيزو يدافع لحد آخر خط في الملعب. عبد الله السعيد لعيب لا خلاف على جودته خصوصا في صناعة اللعب، ولكن لسن أحكام. ما يقدرش يلعب في مركز 6 يفسد الهجمات ويصنع اللعب ويجري يغطي ورا الباكات. الراجل عنده 40 سنة، وكمان ده مش بس في جزء من المباراة، ده طول 90 دقيقة. والأهم إن مع غياب العناصر المهمة للإيقاف أو الإصابة زي دونج على سبيل المثال، لازم تلاقي حلول بطرق بديلة تناسب المجموعة اللي مناسبة معاك في الملعب. أشكرك لو وصلت لحد هنا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير.